السلام عليكم. اهلا بكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده معانا منيو وهو سمك بوري، ولا هنعمله مشوي ولا هنعمله سنجاري. هنعمله بطريقه تانية خالص، اتمنى انها تعجبكم. بس قبل ما نبدا مع بعض، اشتراككم وتعليقاتكم في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. طيب زي ما قلنا معانا سمك بوري، سمكتين كبار بوري منضفينهم وفاتحينهم من البطن، بس مش هنعمله سنجاري زي ما قلت لكم. التوابل بتاعتنا اللي هنستخدمها معانا، اهم حاجه في التوابل النهارده مستردة وصويا صوص. المستردة والصويا صوص، ماشي. بعد كده معانا روزمارين، فلفل اسمر، ثوم، كمون، والبابريكا الحمراء بتاعتنا، ماشي، وليمون طبعا. دي التوابل اللي احنا بنستخدمها في اكله السمك عادي خالص، بس زي ما قلت لكم المستردة والصويا صوص هم اهم حاجه في التوابل ديت، ودول شويه خضار هنعملهم مع البوري. يلا نبدا مع بعض. الاول هنحضر التتبيله بتاعت السمك. ثوم زي ما قلنا، فلفل اسمر، بابريكا حمراء، وكمون. نكتر الكمون شويه، ونقوم نازلين بالمستردة. المستردة يا جماعه بتدي للسمك طعم جميل قوي قوي قوي. نكتر منها شويه، ونازلين بسنه ليمون، ونازلين بالصويا صوص معانا. كده احنا جهزنا التتبيله بتاعت السمك، ماشي. نيجي بقى للتتبيله بتاعت الايه، الخضار. هنقوم نازلين بشويه روزمارين معانا خفاف اهم، ونازلين بشويه ملح اهو، ونازلين بشويه زيت زيتون. ونخلط كله مع بعضه. طيب حبايبي، بعد ما جهزنا خلطة السمك والخضار، الخضار اهوت عبارة عن بطاطس، جزر، بصل. بنقوم جايين صاج كده وحاطين في قلبيه ورق زبدة، ونازلين بيه كله في قلب الصاج ومفرطينه كده، ماشي. دي التتبيلة بتاعت السمك. السمك بنتبله من الوش والظهر. طيب زي ما احنا شايفين كده مع بعض، السمك تبلناه من الوش والظهر، وتحتيه الخضار. هندخله الفرن على درجة حرارة 180، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. طيب انا مزاجي بقى اعمل لكم ايه النهارده مع السمك والخضار. هنعمل رغيفين عيش كده حلوين بريحة الروزمارين. يعني بصراحة هتخلي يعني طعمه وريحته خطيرة قوي قوي. فانا هعمل على قد الاكلة بالظبط. يعني انا جايب حوالي نص كيلو دقيق اهو. هننزل بالخميرة بتاعتنا، وهننزل بالملح. عجينة يعني بسيطة خالص اهو. انا تقديرا ليا كده معلقة ملح واحدة وكوباية مية دافية. هنعجن ده كله مع بعضه. طيب حبايبي وده العجين. بعد ما خلصناه قرصناه وهنسيبه يريح شوية مع نفسه، وبعد كده نرجع لكم تاني. طيب حبايبي، وده العجين بتاعنا بقى. بعد ما خمر معانا بنقوم جايين حاطينه في الدقيق اهو، وفردينه. لازم نساوي اطرافه بالظبط اهو. لازم يكون كله متساوي مع بعض، وما نرفعوش عشان يعرف يتاكل.
وقولوا عاملين ايه؟ جايبين صينيه عندنا كده وحاطينه فيها اهو. وبصوا بقى هنجيب شوكه ها ونخرمه كده. ليه؟ انا مش عايزه ينفش مني في الفرن، مش عايزه ينفش مني في الفرن خالص، زي ما انتم شايفين كده. طيب حبايبي، دلوقتي احنا هنعمل مع بعض الروزماري بتاع العيش. هنعمل ايه؟ بنجيب شويه زيت زيتون نحطهم في طاسه على البوتاجاز، ماشي، وبنقوم نازلين بروز مارين في الزيت. اهم حاجه عندي في الروزماري ان هو ما يتحرقش في الزيت، انا مش عايزه يتحرق، انا عايز الزيت ياخد ريحه الروزماري وبعد كده بشيله من على البوتاجاز. بس عشان انا اسيبه يتحرق لا، لو اتحرق يبقى مش هيبقى ليه ريحه ولا هيبقى ليه طعم مع العيش. اول ما بشوفه كده بيغمق اهو، بيبتدي يغمق، واول ما ريحته تبدا تطلع، سواء بقى روز ماري جاف او روز ماري فريش، ولو فريش احسن كمان، بس انا مش متوفر عندي دلوقتي فريش اهو. وبقعد اقلب فيه كده بس ما يتحرقش مني. طيب شايفين هو غمق ازاي؟ اول ما يغمق كده وريحته بتطلع بقوم شايله من على البوتاجاز على طول وحاطه في طبق كده. طيب وده السمك بتاعنا حبايبي بعد ما خلص. شفتوا مع المستردة والصويا صوص عامل ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ وعملنا معاه شوية طحينة، واحلى ما في الموضوع بقى شوية العيش دول بالرز مارين وزيت الزيتون ما لهمش حل صراحة يا جماعة، يتاكلوا حاف. يعني طول ما انا واقف يعني عمال اتسلى فيهم بصراحة. وده بقية الروزماري وزيت الزيتون بنحطه عليه. وانا بعمل كمان حاجة، بقوم جاي برشة ملح كده على العيش. ده العيش اللي هو بريحة وطعم الروزماري والزيت الزيتون. طيب ندوق مع بعض السمك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم بالعيش. بسم الله اهو. السمك مستوي ازاي؟ شوية طحينة ملوش حل. ممكن ناخد بطاطساية معاه. خطير يا جماعة، أتمنى إنكم كنتوا تجربوه، خطير. طيب حبايبي، ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. زي ما قلت لكم السمك البوري مش لازم يبقى مشوي، مش لازم يبقى سنجاري، ممكن نعمله بالطريقة ديت وهيبقى خطير برضه مع العيش اللي احنا عملناه النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، ولو كان نال إعجابكم ما تبخلوش على تعليقاتكم واشتراككم في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.